عمرك ما سولتي راسك علاش السنين دازت من عمرك قدام عينك بحال البرق وانت مازال مبنج في بلاصتك بحال اللي كتسنى شي معجزه طيح عليك من السماء، وديما كتقول مع راسك راه باقي عليك الحال، باقي ما جاش داك النهار عاد باش تبدا تعيش حياتك الحقيقيه. وهذه اللي كتعيش دابا غير حياه مؤقته، ولكن داك النهار اللي كتسناه عمره ما بغى يجي. كتشوف ناس قل منك في كل شيء، جاو من موراك وبناو حياتهم وفاتوك، وانت مول الافكار الواعره والطموحات الكبيره مازال واقف في بلاصتك، مازال ما درتي في الطاجين ما يتحرك. واش عمرك سولتي راسك علاش كيوقع لك هذا الشيء؟ وشنو هو السر الغامض اللي مخليك مكتب بحال هكا وواقف في بلاصتك؟ هادشي اللي كتعيش وكتحس بيه عنده سميه وعنده تفسير غادي يخليك تصدم اللي غادي تعرفو، وغادي تفهم كذلك السبب الحقيقي اللي خلى عقلك يوقف به الوقت في واحد البلاصه اللي ما قدرتيش تخرج منها. وشد راسك وحل ودنيك مزيان، حيت في الحلقه ديال اليوم غادي نحيدوا الغطاء على اخطر فخ نفسي كيطيح فيه الانسان وبلا ما يرد البال، وغادي نكتشفوا كذلك الوجه الحقيقي ديال الشخصيه اللي من مور هادشي كامل. خليك معايا. باش نفهموا هذا اللغز المحير، ما كاينش شي مثال في التاريخ الحديث كيجسد هذه الظاهره قد القصه ديال مايكل جاكسون، اشهر فنان في التاريخ ديال الموسيقى، وما كاينش فينا اللي ما كيعرفوش. مايكل كان اسطوره بمعنى الكلمه، ولكن كذلك كان واحد من اكثر الناس تعقيدا وغموضا في الشخصيه ديالو. مايكل تزاد في 29 غشت 1958 في مدينه غاري بولايه انديانا. والديه بزوج جو جاكسون وكاترين جاكسون كانوا من اصل افريقي امريكي، وفي ذاك الوقت ديال الخمسينات والستينات السود في امريكا كانوا كيعانيوا من التمييز العنصري والفقر المدقع بسبب القوانين ديال جيم كرو اللي كان الهدف ديالها هو تفريق السود على البيض وقمعهم قانونيا، الشيء اللي خلاهم يتجهوا للموسيقى كوسيله ديال الهروب من هذا الواقع الكارثي. جو جاكسون اللي هو الاب ديال مايكل كان خدام في معمل ديال الحديد، يعني تماره ديال بصح والصالير ناقص، وكان هو براسو كيبغي الموسيقى حيت كانت عنده فرقه في الشباب ديالو، ولكن ما نجحاتش ليه. ومن لاحظ ان مايكل عنده صوت استثنائي وخوته الاخرين حتى هما عندهم القابليه انهم ينضبطوا ويتعلموا، قرر باش يحول العائله كامله لمشروع موسيقي، تدريبات كل نهار وانضباط اكثر حتى من ديال العسكر، وما كانش كيتردد يستعمل معاهم العنف اذا ما بغاوش يسمعوا ليه، وخاصه مايكل اللي غادي يتادى بزاف بسبب هذا العنف. علماء النفس كيقولوا بلي التروما او الصدمه ديال الطفوله، خاصه ملي كتجي من واحد الشخص اللي من المفروض يكون قريب لينا وكيحمينا بحال الاب، كتحدث شرخ عميق في النفس كتخلي الطفل يوقف النمو العاطفي ديالو في ديك اللحظه ديال الالم ويبقى عايش فيها نفسيا حتى ولو يكبر في العمر. مايكل جاكسون في واحد اللقاء مباشر ديالو مع اوبرا وينفري كيحكي على هذه المعاناه وقال بصريح العباره: I would do my schooling, which was 3 hours with a tutor. Then right after that, I'd go to the recording studio and record. And I'd record for hours and hours till it's time to go to sleep. So it'd be nighttime. And I remember going to the recording studio. There was a park across the street, and I'd see all the children playing, and they'd be rooting and making noise, and I would cry. It'd make me sad that I would have to go and work instead. الطفوله ديالو دوزها من المدرسه للاستوديو، وفي الطريق ملي كيكون غادي كان كيشوف الدراري صغار قدو كيلعبوا كيبدا يبكي، ومن هنا غادي تبدا عنده الفجوه، الجسم كيكبر كيتقدم في العمر وموهبه ما كايناش بحالها، ولكن في الداخل ديالو ما قدرش يكبر. من بعد ما وصل شهرة عالمية في سنوات الثمانينات، مايكل غادي يشري 2700 فدان، يعني أكثر من 10 الكيلومتر مربع في كاليفورنيا، وغادي يحولها كاملة لمدينة ديال الألعاب، وكان كيستدعي عليها بزاف ديال الأطفال باش يجيو يلعبوا معاه. هاد المدينة هذه سماها نيفرلاند فالي رانش على الاسم ديال واحد الأرض خيالية كاينة في القصة ديال بيتر بان للكاتب البريطاني جيمس ماثيو باري، اللي فيها الأطفال ما كيكبروش، ما فيهاش الوقت وما فيهاش شي حاجة سميتها الالتزام والمسؤولية. هاد المدينة اللي بنا كانت هي العالم ديالو الخاص، العالم اللي باغي يعيش فيه كطفل الى الابد. دابا السؤال اللي كيطرح راسو هو علاش راجل في الثلاثينات او الربعينات من العمر ديالو غادي يدير هاد الحاله كامله في راسو؟ هادي شي 100 عام تقريبا واحد السيد سميتو كارل غوستاف يونغ، وهو واحد من اكبر المفكرين في علم النفس التحليلي في العصر الحديث، غادي يطور واحد المفهوم سميتو الاركيتايب. وهاد الاركيتايب هي مجموعه ديال النماذج نفسيه فطريه كاينه في البشر كاملين، بحال شي برامج اساسيه ديال العقل، وكيبانوا او بالاحرى كيتجلاو في الاحلام او في السلوك ديالنا.
من بين هاد النماذج كاين الذات، الانا، الظل، الحكيم والطفل الابدي. وباش تكون انسان متوازن في عقلك خاص هادو كاملين يكونوا فيك متوازنين، حتى شي واحد ما خاصو يغلب على الاخر. كل واحد فينا عنده وعي شخصي زائد هاد الاركيتايبس كاملين. ملي كتكون كتفكر بالوعي ديالك، ولكن الطاقه الخفيه اللي كتحرك وكتحكم في التفكير هي وحده من هاد الاركيتايبس. نعطيك مثال باش تفهمني مزيان. ملي كيطلع لك الدم كيكون عندك واحد النوع ديال التفكير عنيف كيدور في الوعي ديالك. في هاد اللحظه الاركيتايبس ديال الظل هو المولد او الطاقه اللي كتخلي هاد الافكار تخرج. وملي كتكون كتخيل شي حاجه زوينه او كتغني ولا كترسم، هنا الاركيتايب ديال الطفل الابدي هو المولد. دابا نرجعوا للموضوع ديالنا. مايكل جاكسون بقى غالب عليه الاركيتايب ديال الطفل الابدي، وهذا النموذج كيعيشوا فيه الناس اللي الطفوله ديالهم يا اما تقطعات ولا كانت قاصحه بزاف ولا كانت فيها رعايه اكثر من اللازم، وهكا كيبقاو نفسيا واحلين في المرحله ديال الطفوله وما كيبغيوش يكبروا. يونغ كيقول ان هذا النوع ديال الناس كيكونوا ظريفين بزاف واذكياء وعندهم خيال وطاقه ابداعيه خطيره، ولكن في نفس الوقت كيكونوا ضعاف من الداخل وما كيقدروش يتحملوا بشاعه الواقع والعبء ديال المسؤوليه والالتزام. الدكتور جيمس غاربارينو استاذ علم النفس التنموي كيقول When a child grows up in a chronic fear, development freeze in the age of the trauma. يعني الطفل اللي كيعيش في خوف مستمر، النمو النفسي ديالو كيوقف في داك العمر اللي عاش فيه داك الصدمه. وهنا بالضبط علاش كنلقاو مايكل جسديا كيكبر، شهره كتنتشر، فلوس كتكثر، ولكن النفس بقات في الطفوله. ولهذا منين كبر ما اختارش الحياه الطبيعيه بحالو بحال الناس، يدير اسره ويكون مسؤول. لا، هو مشى دار نيفرلاند ديالو الخاصه به، حيت الفلوس موجوده بطبيعه الحال. وهذا هو الفرق بيننا وبينه. هو قدر يحول الخيال ديالو الحقيقه، ولكن حنا لا، حنا كنبقاو عالقين في داك الخيال. الطبيب النفسي الدكتور سام فانكين مختص في الاضطرابات الشخصيه قال في واحد التحليل ديالو كذلك مايكل جاكسون exhibited classic signs of arrested emotional development. يعني مايكل جاكسون بين على انه كيعاني من توقف النمو العاطفي. مايكل كان كيلعب مع الاطفال، كيهضر بحالهم، كيلبس احيانا بحالهم، وهو براسو كان كيقول في لقاءات صحفيه كثيره انا كنرتاح من الدراري الصغار اكثر من الناس الكبار. وهذه الجمله بالضبط خلات المجتمع يشك فيه وتهمه بسببه بحوايج خايبه. ولكن من الزاويه اللي كيهضر بها يونغ، هذه ماشي بالضروره نيه خايبه او انحراف، ولكن طفل داخلي مجروح كيقلب على شي حاجه اللي ما عاشهاش. وإلا رجعنا حللنا البيوغرافي ديالو غادي نعرفوا كيفاش مايكل عاش هذا الصراع. عاشوا بجسد كيتغير كل مره بالعمليات ديال التجميل اللي ما كتساليش. الهوس ديالو بتغيير شكله ما كانش غير باش يولي بيض او باش يقاد نيفو، ولكن كان محاوله لا شعوريه باش يمسح ملامح الشخص اللي كيكبر، الشخص اللي كيشبه لباه، ويحافظ على ملامح الطفل البريء. كان كيصرف الملايين غير باش يعيش في فقاعه معزول على الواقع، حيت في الخيال ديالو وفي نيفرلاند اللي بناها ما كاينش مسؤوليات، ما كاينش مشاكل عائليه، ما كاينش التزام، كاين غير اللعب والضحك الى الابد. ولكن هذا الهروب كان مكلف وبزاف. مايكل كان كيعاني من أرق مزمن، من قلق دائم، ومن وحدة قاتلة. كان طفل تائه في الجسم ديال شخص بالغ، ومحاط بمجموعة ديال مصاصي الدماء من كل جهة، محامين، مستشارين، أطباء اللي استغلوا داك الضعف والطفولة اللي فيه باش يحلبوه ماديا. مايكل جاكسون غادي يموت في 25 يونيو 2009 بسكتة قلبية ناتجة عن جرعة زائدة ديال بروبوفول، الدواء ديال التخدير اللي كان كياخذو غير باش ينعس. قصة مايكل هي عدسة مكبرة اللي كتوضح لنا ظاهرة متلازمة بيتر بان أو الطفل الأبدي كما خلاها يونغ في أسوأ تجلياتها. هو مات في عمره 50 عام، ولكن الطبيب اللي شرح الجثة قال بلي الجسم ديالو كان مهلوك بحال شي واحد عنده 80 عام، بينما العقل والروح ديالو بقاو حابسين في 10 سنين. هاد المأساة اللي عاشها مايكل جاكسون خاصها تكون حلات لك عينيك على زوج ديال الحوايج. مهما حاولتي تهرب من الوقت غادي يشدك. هاد الجسم ديالك محكوم عليه بالفناء، ومهما حاولتي تعوض اللي فات ما عمرك غتقدر ترجع بالماضي. والسؤال اللي خاصنا نطرحوه على راسنا دابا واللي غادي نشوفوا الجواب ديالو في الفقرات الجايه، واش هاد الشيء اللي وقع لمايكل جاكسون ما يمكنش يكون هو نفسه اللي كنعيشوه حتى حنا، ولكن من زاويه اخرى؟ وهاد الشيء علاش حياتنا لحد الان مازال ما بغاش تبدا. كيف ما قلنا في الفقرة الأولى، كارل يونغ هو أول واحد غادي يطور هذا المفهوم ديال الطفل الأبدي وسماه وير إيثرنوس، وبالنسبة للأنثى ويلا إيترنا، وهي كلمة لاتينية كانت حاضرة بقوة في الميثولوجيا الإغريقية. شحال هذه وير كتعني طفل، وإيثرنوس كتعني خالد،
وهذا النوع ديال الاشخاص كيكونوا اذكياء، عندهم امكانيات ومواهب كبيره وكيحققوا نتائج واعره ملي كيكونوا باقيين صغار. ثم مباشره مور هذه المرحله كتوقع شي حاجه غريبه في الشخصيه ديالهم وهما براسهم ما كيفهموهاش. كيحسوا براسهم كانوا غاديين مزيان ومن بعد كيوقفوا. في التحليل النفسي كيتسمى هذا الشيء بالفشل في الاقلاع، يعني الشخص ما كيقدرش ينطلق في الحياه ديالو بطريقه عاديه وكيبقى واحد ديما في المرحله ديال البدايه. وهادو بالضبط هما اللي سماهم يونغ بالبوير ايترنوس. كارل يونغ قدر يوصل لواحد النقطه عميقه في النفس البشريه اللي ما عمر شي واحد قدر يوصل ليها قبل منه. قدر يوصل للجذر ديال هذه المشكله كامله، العائق النفسي الاساسي اللي كيمنع بزاف ديال الناس انهم يكونوا الاشخاص اللي خاصهم يكونوا بالفعل. من بعد غادي تجي التلميذه ديالو ماري لويز فون فرانس وغادي تكتب كتاب كامل على هذه الظاهره سماته ذا بروبلم اوف ذا بوير ايترنوس اللي تنشر في عام 1770 وهو اللي غادي نبنيو عليه بقيه الحلقه. مع العلم انك الا مشيتي قلبتي دابا في الانترنت على الاصل ديال هذه المشكله غادي يطلعوا لك بزاف ديال النتائج والاوراق البحثيه في علم النفس وعلم الاعصاب ووظائف الدماغ والدوبامين واختلاف الوظائف التنفيذيه وما الى ذلك. غادي يبان لك انه كاين عرام ديال الاسباب والقضيه معقده بزاف وما يمكنش لك تعالجها، ولكن يونغ كيقول لنا هذا الشيء كامل ما منه والو، ولا بغيتوا الحقيقه هذا السبب فين كاين. والحل فعلا بسيط بزاف هو اللي غادي نطرقوا ليه في نهايه الحلقه. دابا اجي نعرفوا الاسباب الرئيسيه اللي كتخلي الشخص يبقى حاصل في هذه المرحله ديال الطفوله، وكذلك الاوصاف السيكولوجيه اللي كتكون عنده باش تقدر تعرف راسك واش حتى انت منهم ولا لا. اول سبب عندنا وهو العلاقه المعقده مع الام. فون فرانس كتاكد بزاف على هذه النقطه وكتقول ان اغلب حالات البوير كترجع الام مهيمنه عاطفيا، اي انها كتكون حنونه بشكل مفرط، كتخنق الطفل بالحب والحمايه اللي فايته الحدود، فبلا ما تحس كتشل القدره ديالو على تحمل المسؤوليه واتخاذ القرارات، وكتزرع فيه فكره ان العالم الخارجي خطير وان السلامه الوحيده كاينه غير في الحضن ديالها. الطفل كيترسخ فيه الاحساس بانه ضعيف وانه ما قادرش يواجه الحياه بوحده ولا ياخذ شي قرار، حيت ديما هي اللي كتقرر في بلاصتو. والعامل الثاني هو غياب الاب او تشوه الصوره ديالو في النفسيه ديال الطفل. الاب في التحليل النفسي هو ماشي غير شخص عادي ولكن رمز للقانون، للحدود، للنظام والواقع. الا كان الاب غائب جسديا او حاضر ولكن ضعيف او كيكون قاصح بزاف وغير متوازن، يعني حتى هو ماشي قد المسؤوليه. الطفل ما كيقدرش يطور داك الصوت الداخلي اللي كيقول خاصك تصبر، خاصك تكمل، خاصك تتحمل، وبدون هذا الصوت هذا الحياه كتولي عباره عن فوضى عاطفيه. في هذه الحاله هذه الطفل كيبقى باغي الحريه المطلقه بلا قوانين بلا التزامات وبلا مسؤوليه، ولكن الحريه بلا حدود ديما عندها ثمن، والثمن هنا هو التناقض اللي كيعيشوا بين الواقع الحقيقي والخيال الوهمي اللي كيكون في عقله. اول حاجه كتلاحظها في الطفل الابدي هي الكاريزما والجاذبيه ديالو. هو ماشي انسان ممل، بالعكس غالبا كيكون هو الضحايك ديال الجروب، هو مول النكته وهو مول العقل واللي كيعرف يهضر. فاش كيتلاقاو به الناس اول مره كينباهروا به وكيقولوا واو هذا السيد عنده ما يقول، هذا السيد المستقبل ديالو مضمون. كتلقاه ما عندوش مع الهضره الممله والروتينيه، هو كيفضل ينقص نيشان المواضيع العميقه والمعقده بحال الفلسفه، الكون، التكنولوجيا ولا حتى الوجود نفسه. هذا الذكاء الاجتماعي والسرعه في البديهه كتخليه يبان متميز، ولكن ملي كنجيو نشوفوا الانجازات الملموسه ديالو كنلقاوه ما عنده والو. حيت المشكله الحقيقيه هنا راه ماشي في الذكاء ولا ما كيقدرش يخدم، بالعكس هو كتلقاه ذكي بزاف وكيقدر يخدم 24 ساعه متابعه بلا نعاس في البدايه ملي كيكون باقي موتيفي، ولكن ما كيقدرش ينضبط ويكمل، وبمجرد ما كيواجه اول عائق واخا يكون غير بسيط ولا غير كيحس بشويه د الملل كيسمح في كل شيء. هو عنده واحد الحلقه مفرغه، واحد السايكل ديما كيبقى يعاود فيه. ملي كيكون كيتخيل راسو غادي يبدا شي مشروع ولا غادي يحقق شي هدف كيف ما كان، مثلا غنتعلم المونتاج، غنكتب روايه، غنبدا السبور وغندير ريجيم قازح ولا غنبدا شي مشروع، ملي كيكون كيفكر كيكون كيتخيل كل شيء مثالي، كل شيء غادي مزيان، هنا كيتحمس وفعلا كيبدا. ولكن فاش كيجي للواقع وكيلقى راسو خاصو ينوض كل صباح بكري واخا يكون البرد واخا ما يكون فيه اللينو ويخدم ساعات طويله ويلتزم فيها، ما كيقدرش، حيت هنا كيصطدم مع واحد الواقع ما كيتماشاش نهائيا مع الصوره المثاليه اللي راسمها في عقله. هذا الشيء كيخليه يعيش حياه عامره بانصاف المشاريع اللي بدات ولكن ما عمرها كملات. نفس الشيء بالنسبه للعلاقات. الطفل الابدي عنده هوس كذلك بالمراه المثاليه، المادر جودس او البيرفكت وومن. هو ديما كيقلب على بنت تكون مفصله على المقاس اللي باغي هو، تكون زوينه بزاف، كتفهمو بلا ما يهضر وتقبل فيه كاع العيوب ديالو وهي ما خاص تكون فيها حتى شي عيب. وطبعا هاد المراه ما كايناش في الواقع نهائيا، كاينه غير في الخيال ديالو ولا في المواقع الاباحيه ولا في الانيم. باش كيحاول يدير علاقه بصح كيطيح في واحد المشكل سماته الدكتوره ماري لويز فون فرانس الزغبه في الحريره.
هير اند سو. كيقدر يكون مع بنت زوينه وظريفه ولكن غير كيكتشف فيها عيب واحد واخا يكون صغير، ضحكتها في شكل طريقه ماكلتها ماشي هي هذيك، عندها راي مختلف على ديالو، صافي كيعيف كل شيء، الحريره كامله كتولي خايبه وكيرميها. هو ما كيعرفش يقبل النقص البشري، هو باغي داك الكمال اللي كاين غير في الخيال ديالو. هادشي كيخليه يا اما يبقى بوحدو ولا يبقى من هاد لهادي كيقلب وما عمره ما غادي يلقى. وبالمناسبه راه هاد القضيه ديال الزغبه في الحريره راه ما كيديرهاش غير في العلاقات، راه الحياه كامله كيتعامل معاها بنفس الطريقه. بزاف ديال الناس دابا كيعيشوا بهاد العقليه ديال يا اما نلقى كلشي كيف ما بغيت يا اما بلاش، ما كيقدروش يتقبلوا الواقع كيف ما هو بالعيوب اللي فيه، وهذا الشيء اللي كيخليهم يزيدوا يهربوا للخيال ديالهم، وديما كيقولوا مع راسهم بلي هاد الحياه اللي عايشين دابا غير حياه مؤقته، بروفيسيونال لايف كيف ما سماها هارولد غرينفيل بينز. ديما كيحس باللي حياته الحقيقيه باقا ما بداتش، وبلي هادشي اللي كيعيشوا دابا غير مرحله انتقاليه، وكيتسنى شي حدث عظيم يوقع في المستقبل باش عاد تبدا عنده الحياه الحقيقيه. هذا الانتظار السلبي كيخليه يضيع سنين وسنين من عمره وهو مبنج جالس في دار والديه واكل شارب ومغطي، كيتفرج في اليوتيوب ولا كيلعب وكيتسنى داك النهار اللي ما عمره ما غادي يجي. هو بحال شي ممثل واعر كيوجد لشي فيلم سينمائي عالمي ولكن عمره ما وقف قدام الكاميرا باش يمثل بصح، كيبقى ديما في الكواليس كيقول بلاتي نزيد نوجد راسي اكثر. والمشكله الخطيره هنا هي انه ماشي كيوجد راسو بصح، هو كيكذب على ذاته باش يبقى مرتاح، حيت السبب الحقيقي اللي مخليه في هذه الحاله هو عدم القدره على الالتزام والخوف ديالو من المسؤوليه. في نظركم علاش كيخاف من هاد الزوج ديال العناصر اللي هما المكون الاساسي ديال النضج؟ هذا الشيء اللي غادي نكتشفوه في الفقره الجايه ان شاء الله، خليكم معايا. هنا غادي ندخلوا للعمق ديال هذه الحاله النفسيه المعقده ونعرفوا شنو السبب اللي كيخليه ما قادرش يعيش الحياه الحقيقيه. الطفل الابدي ما كيقدرش ياخذ قرارات مصيريه في حياته، ما كيقدرش يختار حاجه وحده ويبقى فيها. غادي نعطيكم واحد المثال بيولوجي كاين في الجسم ديالنا باش يوضح لكم الصوره. الخليه الجذعيه ستيم سيل هي اول خليه كتبدا تنقسم باش تكون الجنين. هذه الخليه هذه في الاول ممكن تولي اي حاجه من بعد، خليه ديال القلب، خليه ديال الدماغ، ديال الكبده، ديال العظم الى اخره. هذا الشيء كيعطيه امكانيات لا نهائيه، ولكن باش هذه الخليه دير شي وظيفه حقيقيه في الجسم خاصها تتخصص، وبمجرد ما كتختار تولي خليه معينه صافي كيموتوا فيها كاع الاحتمالات باش تولي خليه من نوع اخر. هذه اللحظه ديال الاختيار هي الرعب الحقيقي عن الطفل الابدي. هو باغي يبقى خليه جذعيه مدى الحياه، هو كيبغي يحافظ على داك الشعور باللي كل شيء ممكن وباللي يقدر يولي اي حاجه بغاها في المستقبل. الا تزوج بوحده مثلا صافي غادي يكون سد الباب على الالاف ديال الفرص ديال العلاقات اللي ممكن تكون احسن بالنسبه ليه. الا اختار يخدم موظف في شركه فراه غادي يكون عاوتاني قتل الحلم ديالو باش يولي صاحب مشروع. هذا الخوف من فقدان الامكانيات كيخليه مشلل في بلاصتو، ما قادر ياخذ حتى شي قرار وكيبقى ديما واقف في اللودين زون. ناخذ مثال اخر سهل بزاف باش تزيد توضح لكم الصوره اكثر. تخيل معايا واحد جالس في شي صالون كبير وقدامه 100 باب مفتوح، وكل باب من هاد البيبان مكتوب عليه عنوان معين، الخدمه، الزواج، الدار، مشروع الى اخره. وهو جالس في هاد الصالون الناس كيجيو من موراه كيختاروا باب واحد من هاد البيبان وكيمشيو كيدخلوا ليه مباشره، وهو ما باغيش يختار باب واحد ويدخل ليه حيت خايف اذا اختار هذا الباب غادي يفقد القدره على انه يختار البيبان الاخرين. بالنسبه ليه اذا اختار راه بحال طاح في شي فخ اللي ما غاديش يقدر يخرج منه من بعد، والنتيجه الناس كاملين كيختاروا المسار ديالهم وكيعيشوا حياتهم وهو كيبقى بلاصتو كيتفرج. الاختيار بحد ذاته كيعني حرفيا تضحيه بجميع الاحتمالات الممكنه، وهاد الحاله هذه كتخليه يعيش حياه هامشيه ديما في الجانب، ما عمره كيدخل وسط المعمعه. الطفل الابدي فاش كيفشل كذلك ما كيعترفش بلي هو السبب، ديما كتلقاه كيلوم الظروف، البلاد ما عطاتناش، الاقتصاد طايح، والدي ما رباونيش مزيان. والاخطر من هذا الشيء كامل يقدر يلوم حتى نفسه القديم على الفشل ديالو، وكيقول كون غير قريت مزيان فاش كنت باقي صغير، كون راني درت وفعلت. هذا اللوم ديال نفسه في الماضي هو حيله نفسيه خبيثه غير باش يهرب من المسؤوليه ديال الحاضر، وكيبقى ديما شاد في داك الوهم ديال كون بغيت ندير كون درت. هادشي علاش كتلقى الاغلبيه ديال هاد الاشخاص ما مزوجينش وما خدامينش، وحتى الا خدموا كتلقاهم يا اما ما ملتزمينش يا اما ما كيطولوش. وهاد الفئه دابا راه غاديه وكتكثر مع الوقت من بعد ما كانوا شحال هادي كيشكلوا غير الاقليه، حيت الاسره والمجتمع ديالنا اليوم ولا رطب بزاف، ما بقاش كيدعم الطقوس والمسارات الاجباريه اللي كانت شحال هادي عيب تبقى جالس في داركم بلا خدمه، عيب توصل لواحد لاج وانت باقي بلا زواج. ولكن دابا ما بقاش هاد المشكل نهائيا، وعاد التكنولوجيا اللي وفرات هاد الفئه عوالم افتراضيه كتقدم للطفل الابدي كاع داكشي اللي كيقلب عليه، الشيء اللي كيخلي الفجوه اللي بينه وبين الواقع تزيد تكبر اكثر.
دابا ملي هضرنا على هذه المشكله من جميع الزوايا ديالها، جا الوقت باش نهضروا على الحل. والحل كيف ما قلت لكم في الفقره الثانيه بسيط لدرجه ما غاديش يطيح عليك على البال. الحل عند كارل يونغ وماري لويز فون فرانس هو كلمه واحده ما كيحملهاش الطفل الابدي نهائيا: العمل. ولكن رد بالك عاوتاني، راه ماشي العمل البطولي اللي خاصك تكون فيه واعر على الناس كاملين. المقصود هنا هو داك العمل العادي الممل واللي كيتعاود كل نهار. الشفاء كيبدا ملي غادي تقرر تنزل من داك البرج العاجي ديالك وتقبل توسخ يديك في التمارين ديال بصح. ماري لويز فون فرانس كتقول في الكتاب ديالها: The pure Eternus prefers exceptional self-chosen hardship to the ordinary difficulties of adaptation. He despises normal precaution and practical protection, which he experiences as humiliation. البوير ايترنوس كيختار يتعذب بطريقته هو واخا تكون قاصحه وغريبه، وما كيبغيش يعاني من المعاناه العاديه ديال التكيف مع الحياه. الاحتياطات البسيطه والمسؤوليات اليوميه كيحسبها هو بحال شي اهانه بالنسبه ليه. كتقول عاوتاني: Such men often expose themselves to danger, accidents, or extreme conditions, not out of courage, but out of an unconscious resistance to ordinary human life. بحال هاد الرجال بزاف د المرات كيرميو راسهم في المخاطر، حوادث، ظروف قاسيه ولا اخطار ما عندها حتى شي داعي، ماشي حيت شجعان ولكن حيت عندهم مقاومه لا واعيه للحياه العاديه ديال البشر. كتقول عاوتاني كذلك: What looks like heroism is very often a flight from limitation and responsibility. داكشي اللي كيبان ليه هو كبطوله وشجاعه هو في الحقيقه غالبا غير هروب من الحدود، هروب من المسؤوليه ومن الالتزام بالحياه الواقعيه. باش نوضحوا شنو كتقصد فون فرانس بهاد الهضره كامله، غناخذ واحد المثال سهل بزاف. تخيل معايا ان الناس ملي كيبغيو يمشيو يخيموا في شي جبل كيهزوا معاهم اللوازم ديالهم اللي غادي يحتاجوها من بعد. غالبا كيكون صاك فيه خيمه والماكله والماء. البوير ايترنوس لا، كيرفض يهز هاد الصاك على ظهره وكيفضل يتعلم دروس في اليوغا باش يقدر ينعس في الخلا منو للسما في الثلج والشتاء، ويرغم راسو باش ما ياكل السيمانه باش يبان زعما راه واعر وكيتحدى الطبيعه. وهذا الشيء كامل غير باش ما يكونش عادي بحالو بحال كاع الناس، فقط يهز الصاك على ظهره. هو كيحقر الامور العاديه اللي كيديروها الناس كاملين، وعنده غرور دفاعي كيخليه يحس بلي هو احسن من كل شيء. والعلاج هنا هو يقبل يكون عادي ويهز الثقل على ظهره، يعني يخدم ويتحمل المسؤوليه. دابا شنو هي الخطوات التطبيقيه باش نبداو هذا العلاج؟ اول حاجه هي التضحيه. خاصك تقتل داك الوهم ديال الامكانيات اللانهائيه في ساحه المعركه ديال الواقع. خاصك تختار حاجه وحده وتلتزم بها، وخا يجيك داك الخوف في الاول ديال انه ممكن يكون اختيار غلط، وخا تحس بلي هذا الاختيار غيحرمك من بزاف ديال الاحتمالات الاخرين. خاصك تقبل تخدم في خدمه كمبتدئ وخا تحس بلي هي تحت المستوى ديال الذكاء الخارق ديالك. خاصك تتعلم تجلس في الكرسي وتخدم واخا يكون الجو خايب، واخا تكون الخدمه ممله، واخا ما يكونش فيك اللي يخدم. القدره على الفياق في الصباح وتمشي تخدم كل نهار وفي بالك راه عندك مسؤوليه تابعاك، هذيك هي الرجوله، وهذاك هو النضج الحقيقي. حيت الحماس كيجي وكيمشي ولكن الانضباط هو اللي كيبني الواقع. ثاني حاجه توقف على الانتظار، يعني ما تسناش الظروف المثاليه عاد تبدا. الطفل الابدي ديما كيقول فاش غتجي اللحظه المناسبه ونلقى البيئه المناسبه عاد غادي نحقق كاع داكشي اللي كنحلم به. ولكن المشكله هنا هي ان هاد البيئه اللي كيقلب عليها ما كايناش نهائيا، وديك اللحظه المناسبه عمرها ما غادي تجي. هاد البيئه هادي انت اللي خاصك تصنع راسك براسك، تاخذ قرار حاسم وتبدا وتتحمل المسؤوليه وتنضبط وتصبر وتكمل في الطريق. والنقطه الاخيره والمهمه بزاف وهي العيش في الحاضر بلا جلد الذات. عوض ما تبقى تلوم الظروف او تلوم نفسك القديمه على شي اخطاء درتيهم شحال هادي، خاصك تشوف راسك دابا شنو خاصك دير. وخا تكون ضيعتي حتى 10 سنين فراه مازال الحال باش تبدا تعيش حياه حقيقيه. البدايه غادي تكون بخطوات صغيره وممله ولا ترقى لمستوى الذكاء والصوره الخياليه اللي راسم في عقلك، ولكن غادي تخليك تحس براسك حطيتي رجليك في ارض الواقع. قاد فراشك ملي تفيق، صيفط السيفي، نقص من اللعب، التزم بشي رياضه، تعلم شي مهاره، هضر مع الناس في الواقع، ما تبقاش تهرب للخيال ديالك. هاد الخطوات الصغيره اللي كتبان لك عاديه وما فيهاش المجد اللي كتحلم به راه هي الخطوات الوحيده اللي كتخرج الانسان من عالم الخيال اللي كيعيش فيه لعالم الحقيقه. الحياه كتبنى طوبه بطوبه، والنجاح كيجيب الانضباط خطوه بخطوه وكل نهار. حتى حاجه ما كتجي دقه واحده ولا كطيح واجده من السماء. فاش غادي تقبل المحدوديه وتكون عادي بحال كاع الناس وباللي حنا مضطرين نختاروا حاجه وحده ونضحيو بحوايج اخرين، هنا فين غادي تولي قادر تكون صوره متكامله وواضحه على الحياه اللي بغيتي تعيش. حتى لهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه. شكرا على المشاهده، واذا كنتي مهتم بالمواضيع اللي غادي تخليك تفهم النفس ديالك وتسقلها وتطور منها فراك في المكان الصحيح. ما احتاجش نوصيك، راك عارف شنو دير، وتهلا في راسك، ونشوفك مزيان في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.